كده اللهم بارك يا جماعه. ادي صينيه الكوسه بالكلاوي. تمام كده. انا بصور لكم يا جماعه، والله العظيم انا تعبانه جدا، ادعوا لي ان ربنا يشفيني. تمام كده. ادي معاكي رز بالشعريه، معاكي رز بالشعريه. ده بقى الجزر يا جماعه اللي انا خليته معاكم. تمام، بالبنجر بالشطه بالملح. بصوا يعني ما شاء الله، يعني اللهم بارك. بصوا ادي الرز اهو يا جماعه. الرز طبعا مش مصفر، الرز بس عشان الكاميرا والاضاءه. تمام كده. بص بقى الصينيه، بص الصينيه اللهم بارك. طبعا انا شوحت البصل وطماطم متقطعه مع فلفل، ما حطيتش فلفل سبايسي. تمام كده. بعد كده شوحت الكلاوي، وبعد كده حطيت الكوسه. هنزل لكم بردك الفيديو، بس انا عشان تعبانه وفوت ايه كده، وصورت لكم كذا حاجه عشان انا انزلها لكم. تمام كده. واحنا كمان عشان منشتريش اكل من بره. تمام. الواحد تعبان ومش ايه مستحمل اي حاجه. تمام كده. بصي كده الصينيه اللهم بارك. وسويتها من فوق يا جماعه، ما رضيتش احطها ولا شوايه ولا الكلام ده كله، ان الجو حر 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 حر، وانا عيانه جدا وعندي نزله وعندي كذا حاجه كده. دول ربنا يشفيني. تمام. فما حطيت بقى من فوق وسبتها زي ما انتوا شفتوا. وحطيت صلصه مع الطماطم مع الفلفل مع البصل يا جماعه. تمام كده. مع حبه زيت. عايزه تعمليه بسمنه اطبخي، عايزه تعمليه بزيت اطبخي، يعني عادي مفيش اي مشكله خالص. وقطعت الكوسه اهي يا جماعه، اللهم بارك. تقدري تعملي الكوسه باللحمه المفرومه، بالفراخ، بالبانيه، اي حاجه تقدري عايزه تدخليها. ما تقوليش لا، ما تقوليش لا ما ينفعش الكلام ده كله. لو عجبك طبعا الفيديو لايك وشير كتير يا جماعه للفيديو. طبعا انا اول مره اعملها بالكلاوي، بس طعمها حلو جدا. انا دقتها طعمها رهيب يا جماعه. طبعا ما انا بنزلكمش فيديو الا لما تكونوا جربتوا. يعني إيه، بصوا عشان تكونوا فاهمين، عشان بس ما فيش فيديو عشان مشاهدات والكلام الفاضي ده. انا بنزلكمش حاجه وانا ايه حاجه مش موثوق منها وطعمها يكون كويس ما بنزلهاش. تمام. لان حرام، انتم مكلفين وانا مكلفه والكلام ده كله. انا مكلفه اقدر اجربها تاني وتنجح معايا، انتم ايه هتكلفوها مش هتعجبكم، يبقى انا اللي منزلها لكم، لا مش هبقى اعملش كده. تمام كده.